السلام عليكم ورحمة الله متتبعينا الأفاضل، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناتكم إبداعات ريحان. اليوم غادي نشارك معكم الحرشة أو البسبوسة بالكريمة، كتجي ولا أروع فتية وبنينة بزاف. اللي ذاقها بصراحة شكرها. بقاو معنا لآخر الفيديو باش تشوفوا معنا مراحل التحضير ديالها حتى نتوما تجربوها، وأكيد غادي تعجب لكم. المقادير اللي غادي نحتاجو فيها، والمقادير ديالها بساط وسهله حتى في التحضير ديالها. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات اللي غادي نخدمهم في هذا الاناء، مع نص كاس ديال سنيده او سكر. نديرو واحد قبصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. السكر كما لاحظتوا انني درت نص كاس اي 50 غرام، حيت راه مازال البسبوسه ديالنا غادي نديرو فيها الكريمه كتجي حلوه، وحتى عاوتاني غادي نسقيوها بالسيرو اللي غادي يكون حتى هو حلو. داكشي علاش من الاحسن اننا نقصوا الحلاوه اللي غادي نديرو فيها لداخل او السكر. ودرت كاس ديال العنبه ديال الزيت، نخلطوهم مزيان. غادي نضيف كيس من السكر الفانيلا من وزن 8 غرام، او عفوا 7 غرام، اي نوع يكون عندنا ماشي مشكل. بالنسبه للفانيلا غير كتنسم. وفي الاخير غادي نضيف واحد العلبه ديال الياغورت. بالنسبه للياغورت انا استعملت الفانيلا، وممكن تستعملوا الياغورت الطبيعي. انا كنفضل المذاق ديال الفانيلا. وبنفس العلبه درت عبرت بها الحليب، يعني علبه ديال دانون ونفس العلبه درت بها الحليب. هنا ضفت كاس او علبه ديال الحليب. دابا غادي نضيفو السميد من النوع المتوسط، يعني نتاع الحرشه اللي كنستعملوه في الحرشه. هنا انا درت 2 كيسان ديال السميد و2 اكياس من الخميره الكيماويه او الخميره ديال الحلويات. نخلطوا مزيان البسبوسه ديالنا او الخليط ديالنا. كيجي في الاول كيبان لنا انه مازال انه خفيف، ولكن على ما نوجدو نحطو في الطاوه اللي غادي ندخلوها الفران، راه كما كتعرفوا ان السميد كيشرب. هنا غادي ندهنو مزيان الطاوه اللي غادي او المول اللي غادي نديرو فيها نطيبوا فيها البسبوسه ديالنا. انا عندي المول هنايا ماشي كبير بزاف باش البسبوسه ديالنا تجي هي هذيك ما تجيش رقيقه بزاف. وهنا غادي نقسم الخليط ديالي على 2. غادي ندير هنايا في زلافه الطبقه اللي غادي نديرها من بعد ما ندير الكريمه، وفي المول غادي ندير فيه الطبقه الاولى اللي غادي نطيبها هي الاولى. هكا باش يجيو الطبقات يكونوا متساويين، باش ما نديروش وحده كبيره على وحده. وبالنسبه للطوا اخواتي او المول اخواتي، الا كان متوفر نتاع الزاج راه من الاحسن. انا عندي نتاع الزاج ولكن كبير بزاف، داكشي علاش اضطريت انني ندير في هذا المول نتاع الالومنيوم. ومن احسن ملي ديروا الزبده ديروا حتى السميده، ترشوه بالسميده باش ما تعذبكمش ملي طيب، باش تحيد معكم بسهوله. انا راني ما درتلوش السميده، ولكن من الاحسن ديروا السميده. هاد شويه انا عذبتني شويه ملي حيدتها، يعني ماشي خدات لي الوقت، عكس الا كانت مرشوشه بالسميده يعني الزبده ودرنا عليها سميد راه في الساعه كتحيد وخلاص. الا كانت في المول تاع الزاج راه في الساعه كتحيد. وهنا نديرو الطبقه الاولى نديروها في الفران، طيب على النار اللي تكون مهيله. وغادي على ما طيب غادي نوجدو الكريمه ديالنا. هنا درت نص يطرو ديال الحليب
وغادي نضيف المايزينا، 3 ديال المعالق ديال المايزينا. نديرو واحد الكيس نتاع السكر فانيلا للتنسيم. وإلا كان متوفر عندنا الليمون، ملي تكون ملي نوجدوها نديرو شويه ديال عصير الليمون، كتعطي له نسمه رائعه جدا. هنا ضفت 2 معالق عامرين ديال السكر، ممكن نديرو بين 2 حتى 3، ولكن انا كنفضل انني نقص الحلاوه. صافي نديروها على النار مع التحراك حتى كتعقد لينا الكريمه. دائما خصنا نحركوها، ما نحيدوش منها يدنا حيت في الساعه كتعقد. ومن بعد ما كتعقد غادي نديرو الفرماج، نضيفوا عليها الفرماج. بالنسبه للفرماج اي نوع يكون عندنا، والا ما كانش متوفر هاد الفرماج ممكن نستعملوا واحد العلبه ديال البرلي مع 2 المثلثات او مربعات ديال الجبن المثلث او الجبن المربع كيري. صافي نخلطو هنايا. انا درت 150 غرام، اي 2 معالق كبار ديال الفرماج. وكما ذكرت لكم تستعملوا اي نوع ديال الفرماج يكون عندكم، ولكن الا استعملنا الفرماج اللي كندهنوا به الخبز، يعني المثلثات او الكيري، نستعملوا معاه واحد العلبه ديال الياغورت، او عفوا ديال الياغورت ديال البيرلي، حيت حتى هو بحال الجبن. هنا من بعد ما شدت راسها الطبقه الاولى، كما لاحظتوا انني ما كنطيبهاش الفوق كلها، حيت الا طيبناها الفوق راه غادي تحمر لينا لتحت، وحنا مازال عاد غادي نردوها. يعني كنخلي نديرها شويه الفوق، من بعد كان شويه عاوتاني كنردها لتحت باش تشد راسها، يعني غير على ما تشد راسها وصافي. هنا كما كتلاحظوا ضفت واحد 2 معالق ديال العصير ديال البرتقال للخليط ديالنا، حيت ملي كما كتعرفوا ان السميده راه كتشرب، وهنايا شربت. ملي لقيتها شويه بحال صاحت، زدت لها 2 معالق كبار ديال العصير ديال البرتقال. صافي غادي نضيفوا الطبقه الثالثه اللي هي نتاع البسبوسه. من الاولى درنا الطبقه الاولى ديال البسبوسه، طيبناها نص طيبه، من بعدها طبقه اللي غتكون في الوسط ديال الكريمه، ومن بعد غادي نديروا الطبقه الثالثه ديال الخليط ديال البسبوسه اللي قسمناه. صافي غادي نحاولوا نسرحوه بهذه الطريقه. صافي غادي ندخلوها الفران طيب على النار اللي تكون مهيله حتى كطيب مزيان. من بعد ما كطيب كنردوها تحمر لتحت، وعلى ما طيب غادي نمشيو باش نوجدوا السيرو اللي غادي نسقيوها بها عفوا. انا عندي كيس من سكر الفانيلا مع نص كاس ديال السكر سنيده او السكر حبيبات، نص كاس ديال عصير البرتقال، ونص كاس ديال الماء. وممكن الا بغيتوا النسمه ديال البرتقال ديروا كاس كامل، يعني عوض ما نديروا نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال البرتقال ممكن اننا نديروا كاس كامل ديال العصير ديال البرتقال. والا ما كانش متوفر العصير الليتشين او البرتقال، نكتفيو بكاس ديال الماء ونسموه ب2 دوائر ديال الليمون الحامض. هكا غادي يجي السيرو ديالنا منسم بالليمون. صافي من بعد ما كطيب وكنخرجوها من الفران كتحمر، كنسقيوها بالسيرو وكنخليوها حتى كتبرد مزيان من 5 سوايع حتى المهم شحال ما خليناها تبرد راه غادي تجي حسن، باش الكريمه ديالنا تجمع راسها. ملي كتكون عاد سخونه راه ما كتكون سايحه، ما خاصناش نقيسوا فيها حتى كتبرد، وممكن ندخلوها للثلاجه. وبالنسبه للتزيين اخواتي كيبقى اختياري. انا هنايا زينتها بالكوك والكركاع والورد، ممكن نزينو باللوز او البيستاش. كما ذكرت لكم ضروري البسبوسه ديالنا تبرد، والا اقتضى الحال نديروها في الثلاجه حتى كتجمع باش تجمع راسها.
مزيان وتشد راسها، عاد نقطعوها باش نحصلوا على طبقات كيكونوا هكا باينين. وسمحوا لي بالنسبه للمقطع ملي خرجتها من الفران ما سجلتوش. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه.